يا صباح الفل، وحشتوني. عارفه ان الوصفات ما بتوصلكوش ولا الاشعارات الفتره دي، بس حاولوا تبقى تدخلوا تبحثوا على القناه علشان تشوفوا الوصفات الجديده اللي انا بنزلها. كل يوم بنزل لكم وصفات جديده في الريلز وفي في الفيديوهات اللي هي الطويله. ما تنسوش تخشوا تشوفوها وتشوفوا الافكار الجديده. ما تنسوش لايك والمتابعه وصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل على سيدنا محمد. اول حاجه انا هعمل النهارده معاكم فطار سريع قوي. فطار ده انا عملته امبارح وعايزه اقول لكم طعمه لذيذ ومش هياخد منكم وقت وكمان اقتصادي. بصوا، اول فكره معايا انا هعمل حاجه كده، مش كل يوم نعمل سمبوسك وجلاش. فانا هجيب العيش اللي هو السوري ده، جبت ربع كيلو. جم معايا 5 قطع، يعني خمس ورقات او 5 ترغفه من العيش السوري ده، بيبقى موجود عند الفطاطري. هاخد احطهم كلهم فوق بعض، وهبدا ان انا هقطعهم 4 تربع. ممكن تقطعوهم نصين، بس الوصفه دي مش محتاجه عيش كتير يبقى جواها عشان يبقى شكلها عامل زي الصوابع وتطلع طعمها حلو جدا جدا، احسن من السبرينج رولز كمان. المهم الحشوه دي كانت عباره عن كان شويه لحمه مفرومه متبقيين معايا من وصفه قبل كده. حطيت عليهم شويه من الجبنه الموزاريلا. ممكن تحطي بقى زيتون، ممكن تحطي فلفل اخضر الوان، ممكن حشوه فراخ، ممكن حشوه جبن، بس ميكس جبن مفيش اي مشكله خالص. المهم ان انا هاخد دلوقتي كده ورقه وهبدا ان انا هلف عليها، يعني بصوا هقفل الاطراف زي ما هوريكم دلوقتي علشان دي عدت مني. بصوا انا هحط شويه الحشوه كده في النص. انا حاولت ان انا اختصر الخطوات بس ما خليش الفيديو سريع علشان البنات اللي هم لسه مبتدئين معانا يقدروا ان هم يفهموا. هتلفيها زي صباع المحشي بالشكل ده، من الجوانب تقفلي على الحشوه وتبداي ان انت تقفليها بالشكل ده. في الكوبايه بقى دي انا حاطه معلقتين من الدقيق وعليهم معلقتين من الميه علشان يبقوا عاملين زي الصمغ كده. هقفل بيهم علشان ما يفتحوش معايا، لان انا مش هقليهم، انا هعملهم في الفرن. ممكن تقلوهم عادي مفيش اي مشكله. في الطبق بقى اللي هو البايركس ده انا حاطه حبتين من البيض، حاطه عليهم ملح وفلفل وضربهم بس بالشوكه. تمام. في الجنب التاني في الطبق اللي انا شغاله فيه ده، ده الكريسبي اللي احنا بنستخدمه للبانيه. موجود عند العطار ورخيص. يعني هتجيبي ربع كيلو هيكفيلك اجدع وصفه واطول وصفه ب10 جنيه. المهم انت ممكن تحطيه في بقسماط عادي، او تقليه زي ما هو وتغلفيه بالزيت بس كده، تديله سبري زيت وتدخليه الفرن. بس انا حبيته اعمله مقرمش بالشكل ده. هبدا ان انا هغلفه واحطه في صينيه مدهونه بالزبده او فيها ورقه زبده، وهدخله الفرن شغال من تحت ومن فوق لحد ما يبدا ان هو يقرمش معايا. لو حسيت ان هو اخد حراره من تحت او اخد لون من تحت ولسه من فوق ما اخدش لون، قلبيه على الناحيه التانية مفيش مشكله. عايزه اقول لكم بيطلع مقرمش جدا وخطير وطعمه بجد في منتهى الجمال. وفكره جديده يعني، احسن او يعني تغيير عن السمبوسك والجلاش اللي كل يوم بنعمله. تعالوا نشوف بقى الفكرة بتاعت الفطار الأساسية هتبقى عبارة عن أنا عندي هنا 5 أرغفة من العيش الشامي. هحمصه في الفرن أو اقليه في الإير فراير أو في الزيت، مفيش مشكلة. أنا هحمصه في الفرن عشان يبقى أخف وأسهل بالنسبة لي. قطعته بالشكل ده قطع مربعات صغيرة. ممكن تديله مسحة زيت أو ممكن تحمصيه من غير زيت، مفيش مشكلة. أنا ممكن أديله رشة زبدة صغيرة وأديله رشة ملح وفلفل صغيرين، هيطلع معاكم بالشكل ده. شغلت الفرن من تحت ومن فوق شغالين مع بعض، وكل دقيقتين بالظبط بحاول ان انا اقلبه علشان ياخد لون موحد معايا. هخليه بقى محطوط على جنب، وهبدا ان انا هعمل الزبادي. عندي هنا كوبايتين من الزبادي يكونوا كبار او 5 علب اللي هم الصغيرين، مفيش مشكله. يعني حوالي كده 300 جرام من الزبادي للكميه اللي انا عاملاها دي. ابدأي ان انتي قطعيهم او يعني فضيهم في حاجه في بوله، وحطي عليهم معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود. وحطي كمان عليهم كده عصير الليمون. سلطه الزبادي دي او صوص الزبادي ده بيحب عصير الليمون كتير. تبدأي ان انتي حطي عليه حوالي ربع كوبايه من عصير الليمون او عصير ليمونتين يكونوا كبار. وحطي كمان عليه فص توم يكونوا كبير كده وبشوريه معاهم، علشان ده اللي بيخلي طعم السلطه حلو جدا جدا. هحط عليه كمان معلقتين كبار او 3 كمان من الطحينه، صوص الطحينه. حطيهم. يعني بصي انت بعد ما بتضربي كده وتقلبيهم مع بعض بتشوفي الصوص معاكي سميك ولا يعني خفيف. لو حسيتي ان هو خفيف بتزودي معلقه طحينه. لو حسيتي ان هو سميك معاكي زودي له شويه زبادي او شويه حليب. اما تضربيه بالمضرب العادي بيبقى لسه فيه زي تخريزات كده، فممكن بالكبه او بالخلاط او بالهاند بلندر نديله شويه كده، يعني بحيث ان هو يبقى كريمي معايا زي ما شفتوه معايا. بعد ما خلصت بقى الزبادي هبدأ ان انا هجيب صدر فرخة. هم الصدرين دول ما كانوش يعني كانوا اقل من نص كيلو كمان.
هحط عليهم ملح وفلفل ومعلقه من بهارات الفراخ وبابريكا. ممكن تحطي شويه زعتر بيليق جدا جدا مع الوصفه دي. وممكن تحطي كمان عصير ليمون علشان ما يمنع اي زفره تكون موجوده معاكي. وممكن تحطي، بما اننا حاطين توم، ممكن تحطي توم بودره، بصل بودره، يعني زي ما انت عايزه. ممكن تحطي كزبره ناشفه. بهارات الفراخ يعني صدور الفراخ من الحاجات اللي بيليق معاها بهارات كتير. المهم انا هجيب بقى دلوقتي بعد ما خليتهم يعني في التتبيله كده شويه وانا بجهز باقي الوصفه، هجيب بقى طاسه تكون سخنه جدا فيها معلقتين من الزيت، وهنزل بصدور الفراخ شويه بشويه لحد ما يبداوا ان هم ياخدوا صدمه من تحت. انا مش عايزه اخليهم ينزلوا الميه بتاعتهم، علشان كده هنزل بيهم شويه بشويه. لو حابه تضيفي اي اضافات يعني مثلا فلفل الوان او فلفل اخضر براحتك خالص. انا بالنسبه لي مش عايزه اضيف المره دي، يعني كتير بعملها بفلفل الوان بس المره دي لا. استوت معايا، هجيب بقى معلقه زبده احطهم في حله ومعلقتين زيت، واحط معلقه صغيره من الملح وفلفل وبهارات رز بسمتي، واحط كمان فصين من الحبهان وواحده لومي ومعلقه كده صغيره من القرفه وورقتين لورا. ممكن نكتفي بالبهارات الرز البسمتي اللي هي البودر بس، ونستغنى عن الخشنه، مفيش مشكله. المهم انا هقلب بقى الرز البسمتي بتاعي كويس جدا في الزيت كده والزبده لحد ما يتغلف كويس. انا استخدمت نص كيلو، حوالي كده كوبايتين من الرز البسمتي، والوصفه دي بتكفي 6 افراد. هبدا بقى ان انا هحط عليهم كوبايتين من كوبايتين الرز البسمتي بياخدوا 3 اكواب من الميه المغليه، وحطي كمان معاهم مكعب مرق، وخلاص كده بقى جاهز معايا. هغطيه وهسيبه على نار تكون عاليه او متوسطه يعني علشان ما يتحرقش معايا بسرعه. 10 دقايق، وبعد كده ههدي النار لمده ربع ساعه. كده الوصفه خلاص بتاعتي كلها بقت جاهزه. هبدا ان انا بقى ايه، احط الرز من تحت، العيش من تحت وعليه طبقه الرز علشان يفضل مقرمش شويه معايا. وبعد كده هبدا ان انا هحط فوقيه صوص الزبادي. ممكن نحط يعني الترتيب مش هيفرق قوي، بس انت بما لو هتعملي الوصفه مش تقدميها على طول، اعمليها زي ما انا هعملها كده. العيش من تحت عشان يفضل معايا مقرمش، وعليه طبقه الرز، وعلى طبقه الرز الزبادي. وبعد كده نبدا ان احنا نحط الفراخ بتاعتنا نوزعها كده على الطبق بتاعنا في كل الاماكن، وينفع نعمل كل واحد طبق لوحده، مفيش اي مشكله خالص. وعلى طبقه الفراخ هحط برضو طبقه الزبادي. عايزه اقول لكم صوص الزبادي ده خطير يا بنات، خطير. وينفع طبعا نستبدل صوص الزبادي بالتوميه، لان انا عملتها كذا مره بالتوميه، بيبقى طعمها برضو حلو جدا جدا. وفي ناس بقى بتضيف اضافات كتيره قوي للطبق ده. في ناس بتضيف بطاطس متحمره مكعبات، وفي ناس بتضيف جزر متحمر، ويعني وبتنجان، بتبقى حاجات تانية يعني، بيبقى اضافات تانية كتير. بس انا بحب الطبق متركب بالتركيبه اللي انا مركباها دي. اخر حاجه بحط من فوق رشه دبس الرمان، بتدي للزبادي مزازه حلوه قوي، ورشه بقدونس، وخلاص الطبق بقى جاهز معايا. دي بقى وصفة عصير انا نفسي كلكم تجربوها والله. لو طول يعني اخد لكل واحد كوباية وادوقها له في البيت، هعمل كده. على قد ما هي لذيذة وجميلة جدا، ولو ما عملتها في عزومة اول يوم رمضان، عايزة اقول لكم كله بقى يسأل الطعم ده جاي منين. الطعم ده كأنه عليه ايس كريم. بس عايزة اقول لكم الوصفة بسيطة جدا جدا وتقدروا كلكم تعملوها. كوبايتين من الحليب انا غلياهم ومجمداهم في الفريزر. هحط عليهم نص كيلو من الفراولة برضو متفرز في الفريزر علشان عايزة كله يبقى مساقع. هحط عليهم بقى معلقتين كبار من الصوبيا، والصوبيا ده مشروب او بودر موجود عندنا في مصر، بيبقى عباره عن سكر وجوز هند ولبن بودر او جوز هند ناعم يعني. واحط عليه بقى ايه سكر زي ما انت عايزه، كوبايتين من الميه، حطي عليهم نص كوبايه من السكر او قللي زي ما انت عايزه. المكون اللي هيخلي طعم المشروب ده حلو جدا جدا الفانيليا السايله. هتصبيه بقى وهيبقى موجود عندك بالشكل ده. خطير يا بنات والله، لو جربتوه يعجبكم قوي. اهم حاجه الحليب يبقى متجمد او اللبن يبقى متجمد، وكمان الفراوله تكون متجمده. اليوم اللي قبل كده اللي كنت منزله لكم فيه الوصفات دي، بس للاسف الفيديو ما اتشافش خالص، وتقريبا ما فيش حد منكم عارف الوصفات دي عباره عن ايه. انا الاول هعمل العصير ده عباره عن نص كيلو من الجوافه، كوبايه زبادي، كوبايه ميه، 3 حبات من الموز، برضو حطي معلقه من الكريم شانتيه او اللبن البودره، او استغني عنهم مفيش مشكله. السكر حسب رغبتك، وتاخديهم تضربيهم كويس جدا باللب بتاع ال- الجوافه علشان ده بيدي طعم حلو جدا. بصفيهم وبخليهم يفضلوا ساقعين معايا، وبيبقى احلى مشروب جوافه بالموز. عندي بقى هنا ربع كيلو من اللحمه المفرومه للوصفه الاساسيه بتاعه الفطار. عندي هنا كمان دبل المفروم، كيس بيجي من عند العطار، بحطه في شويه ميه منقوعين لحد ما يشرب شويه ميه. اكون جهزت بصلايه، فلفلايه حمراء،
تكون كده متقطعه صغير، وهاخد دبل المفروم اصفيه وتبليه بقى التوابل بتاعتك اللي انا كاتبالك على الشاشه، او ملح وفلفل، بهارات لحمه او بهارات كفته جاهزه، كيس كده جاهز وخلاص زي ما انت عايزه. حطي كمان معلقتين من البقدونس علشان يدونا طعم حلو للوصفه، ودو كل الكميه بربع كيلو لحمه مفرومه. والناس اللي قلقانه تستخدم الكيس ده او الفول الصويا ده، ممكن تستبدله باي حاجه بتحبها، مفيش مشكله. بس طعمه حلو قوي على فكره، والكفته معاكي ما بتفكش خالص. بتستخدميها على طول، مش محتاجه ان احنا ندخلها الفريزر ولا حاجه. بتجيبي طاسه فيها معلقه زبده، وبتحطي كمان معلقه زيت معاها علشان الزبده ما تحرقش. وابداي انزلي بيه الكفته واحده واحده لحد ما تاخد لون من الجنب الاولاني. اقلبيها على الجنب التاني لحد ما تخلصي كل الكميه. هتشيلي اي حاجه متحروقه في الطاسه، وهتضيفي مكعب زبده وكوبايتين من الرز البسمتي، وممكن نعمل رز مصري عادي مفيش اي مشكله. وعليه هضيف عندي معلقه كبيره من بهارات الرز البسمتي جاهزه من عند العطار، وهكتفي كده، مش هحط اي بهارات ناشفه او صحيحه معاهم. هحط عليهم 3 اكواب من الرز الميه المغليه، وهغطيه لحد ما يستوي على نار تكون متوسطه، وهدي النار بعد ما يتشرب. في الوقت اللي الرز بيستوي فيه هكون جبت حبه من البتنجان قطعتها وحطيت عليها رشه ملح وزيت، وممكن تشويها في الفرن او تحطيها في الاير فراير او في الزيت تقليها، مفيش مشكله. اي صينيه موجوده عندك، جيبي رغيفين من العيش السوري، حطي عليهم مسحه زبده بسيطه، او ممكن تحطي 3 ارغفه عادي عشان يفضل معاكي مقرمش. انا بعد ما عملت الحركه دي هحكي لكم في الطريق عشان لسه بدري عليها شويه. احط طبقه البتنجان وعليها طبقه الكفته، وهرصهم بالشكل ده علشان الرصه اللي انت تحطيها هي دي اللي هتفضل معاكي في الاخر. على الرصه بقى دي هحط عندي الرز اللي استوى معايا وهو سخن عادي مفيش مشكله، ولو برد استخدميه عادي برده مفيش اي مشكله. هتقفلي عليها كويس جدا بقى. بعد ما تسوي الرز كده حطي عليها طبقه كمان من العيش السوري بتاعنا اللي احنا قلنا عليه، وهتقفليها وهتدينيها دهنه زبده خفيفه وتدخليها الفرن. الفرن شغال من تحت بس، واخر دقيقه بس شغلي لها الشوايه. اول ما تدخليها من الفرن لو حسيت ان هي خلاص فصلت من الجوانب واخدت لون، خلاص كده بقت جميله جدا وخلاص. على ما تستوي بقى هكون جهزت عندي هنا مكسرات سوداني، او اي مكسرات عليها جوز هند، زبيب، اي حاجه حطي عليها معلقه من العسل علشان الحشوه ما تقعش مننا. هجيب ربع كيلو من الكنافه، وهبدا ان انا هغلفه بنص كوبايه من السمنه او الزبده. وهجيب الفنجان بتاعي وهبدا ان انا احط قطعه من الكنافه او شويه صغيرين، وعليها شويه كده من المكسرات. انا مش عايزه اضغط الوصفه قوي، مش عايزاها تكون الكنافه مفرومه قوي وناعمه، وكمان اضغطها كويس جدا جدا فتبقى طالعه مسطره. لا، انا عايزاها تبقى منعكشه كده، تبقى هشه. ادخلها الفرن تستوي، مش هحط لها اي ماده دهنيه لان هي خلاص فيها كميه كفايه. لحد ما تستوي شوف الفرن شغال من تحت بس. هكون عملت انا بقى شوربه المشروم، مكعب زبده، بصلايه تكون متقطعه مكعبات صغيره، حبه كده من الكرفس. الكرفس بيخلي الوصفه في حته تانية، الاعواد بس. وعندي كمان هنا جزرية تكون مبشورة، و200 جرام من المشروم انا قطعته طرنشات صغيرة، او يعني طرنشات رفيعة مش قطع صغيرة. هخليهم يتبلوا، وبعد ما يتبلوا هجيب عندي هنا كوبايه من المرقه او ميه فيها مكعب مرق مفيش مشكله. تبليهم ملح وفلفل، مش عايزين توابل اكتر من كده لان هي الوصفه اصلا طعمها بيبقى خطير قوي. هقلبهم مع بعض، وبعد كده احط لهم كوبايه من الكريمه، او ممكن معلقه دقيق او نشا، دوبيها في كوبايه حليب وحطيها. هيتحط معاكي ويغلي غلوتين، وحطي بقى اوراق بقدونس او اوراق الكرفس اللي احنا خدنا الاعواد بتاعته. وبس كده بقى عندنا شوربة مشروم بالكريمة او بالحليب او بديل الكريمة، خطيرة طعمها تحفة. ممكن نضيف لها فراخ او ممكن لا، مفيش اي مشكلة خالص، براحتكم جدا. عايزة اقول لكم جربوها مرة واحدة بس على ضمانتي. هتطلعي بقى الكنافة هتكون استوت من الفرن واخدت لون، شربيها شربات يكون تقيل وبارد بالشكل ده. هتفضل معاكي مقرمشة وتقدميها وقت ما انت عايزة. دلوقتي بقى طلعت المقلوبه بتاعتي من الفرن، طلعت معايا بصوا خطيره. انا علشان ركنتها بس شويه كده، مش هحكي لكم بقى اللي حصل. عشان ركنتها شويه ما قلبتهاش على طول، طريت شويه معايا. يعني المفروض اول ما تطلع من الفرن تقلبيها عشان تفضل مقرمشه. رحت انا عامله ايه بعد ما خدت اللقطه دي، يعني قبل التقديم، لان انا بعمل الاكل قبل التقديم. فعايزه اقول لكم رحت مقفلاها تاني، وحطيت عليها ورقه من العيش من غير ما ادهنها اي حاجه، ودخلتها وقلبت الصينيه ودخلتها الفرن تاني، طلعت مقرمشه وخطيره يا بنات. انا حبيت اقول لكم والفت نظركم للحاجه دي علشان لو حبيتوا تخلوها مقرمشه. انا عملت جنبهم سلطه الدقوس وخلاص. ده كان فطار برضو يوم من ايام رمضان، مش فاكره انهي يوم بصراحه.
وخلاص كده الوصفات بتاعتنا خلصت، يا رب تكون عجبتكم. عارفه رغيت كتير جدا والدنيا صيام ومش مستحملين رغي، بس انا حبيت ان انا افيدكم ونفسي كلكم تجربوا الوصفات هتعجبكم. واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد. باي باي.